الان في تسديده سلبيه يعود لحد مصر ونادي مصر الى انيس السلفي يوضح خط الكره ولكن الكره خارج الى خارج ارضيه الملعب في مصلحه نادي سموحه الان. واللحظات القادمه ستكون عاصفه بالنسبه للفريقين. هناك رايه حسم اللقاء اشار الى رايه. هناك خطا في تنفيذ الطلعه. يتدخل ايضا المهدي المصري. انطلاقه مش مرتده الان. هجمه مرتده صاحب فريق النادي الاهلي. انطلاقه الان. انطلاقه تدومبا 4-4. تدومبا ممكن يمسك كره الى نصف السلطه. ممكن يدخل. ممكن يلعب. ممكن هو. لا مش هو. يلعب الكره لكن كانت داخل ارضيه الملعب. تعود الكره لا تدخل في كاس الملعب. تقدم مباراه كبيره مع فريق نادي سموحه اليوم. تصدي تعديل الثلاث الخطير. رافع الكره الان الى المهدي المصري. يلعب الكره الى نصف السلطه. انطلاقه للسلطه. يراوغ ويتدخل. تكتب الصفراء على اللاعب وانه منصور الذي تدخل بشكل قوي على اللاعب انيس السلطه الذي دخل منذ لحظات وبالتالي انطلاق كبيره للخطا. اتمنى ونقول يا رب ان يكون هذا هو الهدف الثاني لمصلحه اللعيب الاهلي من طرابلس. لقب اعاده للكره الاخيره في الاولى مشاها وفي الثانيه والنادي المصري يلعب كره للسلطه مره في العرض او راوغ عن طريق القدم اليسرى للاعب انيس السلطه. يلعب الكره بالعرض ولكن تدخل الدفاع المصري بفضل لعب الكره اماميه باتجاه انيس السلطه. يلعب الكره مين؟ يلعب بالعرض خطيره عبد المصري حمزه ومحمد صوره الاجنبي يتابع. يغادر ميكايل درامين اللاعب المالي سيغادر في هذه اللحظات وانيس سلطو سيدخل. انيس السلطو الان سيدخل في هذه اللحظات. اذا هذا هو اللاعب الذي حول عليه الكثير على فكره المدرب والمدير الفني رود كرول. المدير الفني النادي الاهلي حقيقه عول عليه كثيرا في المباريات الاخيره وبالتالي نتمنى ان يحقق المطلوب لهذا اللاعب الذي يملك المهارات العاليه والذي المنتج الاخير من نادي المدينه نادي المعروف نادي القوات الجنكيري ليبيا. تلعب الكره الان لمصر. هدف يعني اسكات الحكم واسكات لاعبي فريق نادي سموحه وبالتالي انيس السلطه الان يرفع يده عاليا بعون الله يرفعها فوزا وفوزا في هذا اللقاء وترشحا نحو الدوري 32. يرجع الكره الان عموما دائما والله في لاعبيه وصل في فتره الثمانينات ان يصل 9 لاعبين مره واحده يلعبون كلاعبي اساسيين في منتخب ليبيا وبالتالي ليس غريبا على هذا النادي في انجاب مواهب عديده اكيد في من ضمنها ان يلعبوا في المنتخب الليبي لكره القدم. رجع الكره الان اماميه اقل من 4 دقائق تصلنا عن نهايه احداث زمن الشوط الثاني. التقدم نادي سموحه بهدف مقابل لا شيء يعني التعادل على مستوى مباراتين. تلعب الكره بالعرض تطبيره ممكن ولكن الدفاع يتدخل. ترجع الكره الان دراسيه تعود بطولات سواء بطوله الدوري الليبي او بطوله كاس ليبيا بالتحديد. تلعب الكره الان وفي الان هذا هو انيس السلطه. الكره واضح ولكن انطلاقه الان انيس السلطه سوبر ممتاز. يلعب الكره انطلاقه بيد ممتازه. يا رب استر يا ربنا. يلعب الكره اماميه الان. يلعب الكره لحمد المصري. انطلاقه هي ممكن لا مش هي. لا زالت الكره خطيره والتسديد الى اين هذه الكره؟ هجمه مرتده كانت. الاهلي سيلعب الوقت الاضافي او شوطين اضافيين لتحديد من هو الذي سيمر نحو الدور 32. فريق المدينه ايريك لاوال كره طويله من ايريك. احمد مصباح في التغطيه فرصه للاهداف والهدف الاول. السلتو يأكد الوجود فريق المدينة بأولى أهداف اللقاء. ممتازة جدا يا سلتو. هدف أول من طراز عالي أكدها السلتو بأولى أهداف هذا اللقاء. دخل في زمام الأمور فريق المدينة وثبت الوجود في هذه الدقائق والدليل الهدف من تسديده ولا أروع من السلتو. أكد وجود فريق المدينة بأولى أهداف هذا اللقاء. برافو السلتو. هدف أول للمدينة. هدف كان مباغت وخطأ دفاعي كان فادح من احمد مصباح كلف فريق غالي والغالي عنوان الهدف الوحيد لحد الان. شوف الاعاده شوف مصباح والسلتو ما استناش وما رجاش على الطاير والتسديد والجول وهدف اول لمصلحه فريق المدينه. شوف الاعاده مره اخرى والتسديد والهدف الوحيد في هذه الدقائق من هذا الشوط الاول وامامنا فرحه السلتو بتسجيل الهدف الاول لمصلحه فريق المدينه.
بالنسبه من الاهلي او المدينه كوع ربان سفينه فريق المدينه تعود من جديد عن طريق انيس سلتو. انيس سلتو التمرير لعز الثاني بعد ما لعب 14 مباراه في الدوري العام بوخبلين، ومراقب المباراه للاستاذ علي بكره. اذا على بركه الله صفرة حكم هذا اللقاء محمد وجه بحرون. انيس سلتو، انيس سلتو وجه مره ثانيه، وجه مره ثانيه، الكره تعود باتجاه حسام لكن انيس اقرب. انيس سلتو يتقدم انيس ويتابع فيه خالد بركه. انيس سلتو، حسام لعباني، حسام لعباني يرجع الكره للوراء باتجاه انيس سلتو، انيس سلتو، انيس سلتو، امكانيات ممتازه لانيس سلتو. انيس سلتو منصور رزق، منصور رزق، ولكن صفرة من قبل الحكم محمد الجديدي يحتسب خطا تعود لصالح ايمن خليفي. انيس سلتو يتابع عبد الله شريف، عبد الله شريف داخل مناطق الجزاء وفرصه من جديد. سعداني، السعداني وبعيده، بعيده كره المصري. ايمن خليفي يلعب كره طويله باتجاه انيس سلتو، سلتو انيس سلتو، فرصه لصالح المدينه ولكن هناك خطا بالفعل يرتكب خطا اللاعب انيس سلتو لصالح اللاعب اسامه باني. ضربه حره لصالح اللاعب اسامه باني. تيجاني عبد الله شريف، عبد الله شريف تيجاني باتجاه انيس سلتو، كره تطول على انيس سلتو. اسامه باني يتدخل، اسامه باني تعود الكره من جديد لحسام، والكره غادر تنطيط الملعب الى الجانبيه. رمي تمس انيس سلتو جانبيه مره ثانيه. عبد الله شريف، عبد الله شريف، انيس سلتو وعرضيه وحارس المرمى تفلو التيجاني محمد مع اعتلاقة هذا الشوط الثاني. هدف مقابل محمد التيجاني امامنا لقطه الاعاده. اذا رفع الكره كان عن طريق انيس سلتو، انيس سلتو، هدف مقابل شيء لصالح المدينه. عبد الله شريف، عرضيه شريف، اتجاه انيس سلتو يهدي الهدف الاول لمحمد التيجاني ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح المدينه. جول جول جول! اكيد عبد الحفيظ ربيش سعيد بهذه النتيجه لحد الان. هزيمه اولى وهزيمه ثانيه والمباراه الثالثه. يتمكن لحد الان المدينه من التقدم على صعيد النتيجه. هدف ثاني عن طريق انيس سلتو. كانت الاعاده قبل قليل توضح رفعه انيس سلتو لكره هدف التيجاني ويرد انيس سلتو بهدف ثاني راسيه داخل شباك الحارس محي الدين محجوب. اذا هدفين مقابل شيء. بدايه سريعه لصالح فريق المدينه في هذا الشوط الثاني. بدايه سريعه لصالح المدينه، هدفين مقابل شيء. تاخر على صعيد النتيجه فريق الوحده. فريق الوحده اللي امامنا لقطه الاعاده، ارتقاء ومحاوله رغم المحاوله الممتازه من قبل الحارس محي الدين المحجوب، لكن الكره بعيده جدا في الزاويه البعيده على الحارس محي الدين المحجوب. اذا هدفين مقابل شيء. انيس سلتو يتمكن من تسجيل هدف اخر لصالح المدينه. عبد الحميد ربيش يعني رغم الفوز معنوي وهذا الهدف الرابع. التيجاني كان عنده 4 سجل هدف ديال 5 وانيس سلتو دائما موجوده في كل مباراه يلعب فيها فريق الوحده. كل الجماهير تتابع فريق الوحده حتى تتمتع بالكره الجميله ومتعه رغم ان الفريق دفاع الوحده موجود، دفاع المدينه موجود. تعود انيس سلتو، انيس سلتو واكثر من لاعب يطلب هذه الكره، لكن انيس سلتو انطلاقه ممتازه من انيس سلتو دخول داخل المناطق ويحاول التسديد. نفاها هذه انيس واضحه جدا. كان بالامكان احسن مما كان للعب انيس سلتو، كان بامكانه تمرير الكره عرضيه، لكن بكل امانه حب روحها في هذه الكره وتقدم مسدد وكره انيس سلتو بعيد على شباك الحارس محي الدين محجوب. اخر نتيجه كانت بهذه الفوز بالنسبه لصالح المدينه على الوحده بالنسبه للنتيجه تبع الهجم عبد الله شريف. عديد من الفرق الليبيه اللي دربهم عبد الحفيظ الربيشي تبع الهجم انيس سلتو. حكم اللي قيده ما في شيء. تعود لصالح منير مطوي وفرصه مؤيوب حمدي وضاعت هذه الكره من جديد.
وما زال خطر قائم على مرمى المدينه، لكن تعود مقطوعه عن طريق انيس سلتو. انيس سلتو عبد الله شريف، عبد الله شريف انيس سلتو، عنده سرعه كبيره، عنده سرعه كبيره انيس سلتو، تغطيه ممتازه عن طريق خالد بركه. تعود الكرة لفريق المدينة. الانطلاقة تأتي الآن عن طريق البوغانمي للتيجاني ناحية أنيس سلتو. التيجاني يفعلها التيجاني في أواخر دقائق الشوط الثاني. إذا محمد التيجاني يوقع الهدف الثاني لمصلحة فريق المدينة. إذا التيجاني يستلم كرة من أنيس، كان ملعوب بشكل حلو من اللاعب محمد التيجاني، لعب الكرة ما بين رجلي الحارس أحمد عزاقة، سدد ولكن تعود من الدفاع. مارك أمبوا سدد الكرة الأخيرة وعادت من الدفاع، تصل لعز الدين، ينطلق السيلتو من الناحية اليمنى. أنيس سيلتو يلعب الكرة لعز الدين الشريف، يتابع فيه عصام. عز الدين الشريف في محاولة يصلي بحراسة المرمى. عبد الناصر سعد، وليد هدول، سيف الدين الشمري، معالي عبود قائد الفريق. حاول فريق الهلال انه هو يترجم افضليته وسيطرته الميدانيه الى نتيجه قبل نهايه دقائق الشوط الاول. سلتو يتقدم بشكل ممتاز، سلتو من جديد، لكن هناك صافره سبقت محاوله سلتو اللي قلنا كان قد تلقى بطاقه صفراء. مبدا عن سلتو كنا قد شاهدناها ايضا مع التحديد في افريقيا الشام في افريقيا، شارك في مناسبات قليله. في المقابل الهلال ثلاثي من ذهب تواجد. تعود الكرة لأنيس السلتو. أنيس يلعب الكرة للهدول. وليد نتيجة بهدف مقابل لا شيء. تعود الكرة للسلتو، يخطفها الحاسي، تعود لأوليزي، تمشي الكرة تمشي لوليد الهدول أو منصور مفتاح، تمشي للسلتو. يمشي السلتو يلعب الكرة ولكن إلى خارج أرض الملعب، إلى الشمال. تمشي من جهة اليمين ليعرضو علي أبو عرضو، حاولت ترفع الكرة وتعود من المدافع محمد يلقى النصر وتقطع وتعود للمدينة عن طريق التيجاني. يلعب الكرة للسلتو. أنيس ويتدخل لحسين العبيد، يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب. فريق المدينة أسامة البوغانمي ناحية السلتو. أسامة البوغانمي تمشي الكرة لمصلحة فريق المدينة، تمشي للأمام عن طريق السلتو والدفاع يتدخل الدفاع والدرسي ينقذ الموقف. سالم الصغير تعود لفريق المدينة، لعب الكرة الأمام ناحية أنيس سلتو، تابع حسين العبيدي، يمشي أنيس ويسجل أنيس الهدف الثاني. يسجل أنيس السلتو الهدف الثاني في هفوة وغفلة من دفاع فريق النصر. أنيس السلتو يفلت من الرقابة ويسجل الهدف الثاني لمصلحة فريق المدينة بعد مرور 32 دقيقة من زمن الشوط الثاني. فريق المدينة يتقدم على صعيد النتيجة بهدفين مقابل لا شيء. إذن أنيس السلتو يوقع الهدف الثاني لفريق المدينة في الدقيقة 32 من زمن الشوط الثاني. إذن السلتو يضيف الهدف الثاني لفريق المدينة في غفلة من دفاع فريق النصر. لاحظ لقطات الإعادة، خطأ دفاعي لا يغتفر للمدافع هشام الحمر، لاحظناه في أكثر من مرة ينطلق، لاحظ من بين زوج مدافعين حسين العبيدي. إذا الخطأ في عمق الدفاع حسين العبيدي وهشام الحمر. لاحظ الانطلاق، انطلاقة كانت أكثر من هنا. ما زال تابع لقطات الإعادة. شكرا للزملاء والفرحة على وجوه فريق المدينة. فريق المدينة كما ذكرت لقاء الأول أمام فريق خليل سرت العبيدي. أسامة البوغانمي لعب الكرة للأمام،
ناحية أنيس السلتو. أنيس محاولة رفع الكرة فوق الحارس، ولكن حاضر وليد الدرسي في اللقطة الأخيرة. حاول أنيس السلتو رفع الكرة فوق وليد الدرسي، تعود لما سلامات للاعب أنيس السلتو. هذا هو أنيس السلتو صاحب الهدف الثاني لفريق المدينة. هناك لاعب يستعد للدخول. هذه فرحة أنيس السلتو بالهدف الثاني. تمشي في وسط الملعب ناحية أوليزي، محاولة لعب الكرة ناحية منصور مفتاح. منصور تابع فيه محمد عبد الله، تمشي للسلتو. أنيس السلتو. أنيس في محاولة المرور. أنيس تعود الكرة مرة أخرى، ولكن يتحصل على ركنية بعد لمسة هشام الحمد. المدينة دخول اللاعب رقم 17 اللاعب أنيس سلتو. وشوف البديل، نشوف البديل اللي كان بديل لسلتو اللاعب رقم 5 اللاعب أسامة البوغانمي. السلتو يدخل ويخرج البوغانمي، متأثر بإصابة، يبدو متأثر بإصابة البوغانمي. نتمنى السلامة له هو المخلي. وعلى طول الكرة تصعد هناك راية الكرة. السلتو حاول يمر في وسط الملعب، مخطئة وسلتو مرة جديد في حوار الكرة في العالي. الكرة ما زالت في العالي. سلتو أنيس سلتو يحاول يمر، ولكن البوركي يلعب الكرة. البوركي لمن هذه الكرة؟ إلى معاد الكرة لمن؟ الشماري من جديد. السلتو أنيس سلتو يبحث عن لاعب التهامي وابعاد من الشيباني لفريق المدينة. المقرج أنيس سلتو يحاول يمر، والحكم يمر بوسط اللعب. هناك صافرة، ولكن على الكرة تتعرض ضربة مرمى. الورفلي يلعب الكرة الورفلي طويلة عالية من جديد لفريق المدينة. أنيس سلتو يحاول يلعب الكرة للمقرج. كرة في وسط الملعب يستفيد منها فريق الاتحاد او المدينة. فريق المدينة. التجاني عاصم زايدين من فريق الاتحاد يلعب الكرة. السلتو وابعاد الكرة من شطيبة، وما زال الخطر قائم. ومعاد المنصوري لاعب الاسمراني لفريق المدينة. محمد، يلا محمد وكرة تعود من القائم، وفرصة لفريق المدينة وهدف. هدف عن طريق أنيس سلتو. شوف الإعادة إعادة هذا الهدف. فريق المدينة دل الفارق، لكن يبدو لي أنيس سلتو هو ينهض بالسلامة. قال شوف الإعادة الآن، نشوف الإعادة، والكرة مرفوعة وتعود من العارضة وإلى جهة سلتو. بالفعل شوف الإعادة مرة أخرى. وتعود وأنيس سلتو مرة أخرى. بالفعل أنيس سلتو يدرك يدلل الفارق. الآن كرة ملعوبة لمصلحة فريق المدينة. حسام العباني ملعوبة الكرة يا حسام إلى التهامي، ومر بالكرة عن طريق اللاعب حسام العباني. أنيس سلتو. أنيس يحاول يمر، وجانبية، هذه المرة جانبية لفريق الاتحاد. هذا اللقاء هنا بهذا الملعب، والصافرة انطلقت طاقم تحكيمي تكون من خالد السيد كحكم وسط. مساعد اول عمر التشكري، مساعد ثاني ابراهيم بوكوز، والمراقب المباراه الاستاذ جماعه محمد الجاني، عبد الله فاروق على اليمين، 4 على اليسار عصام معمر، قلبي الدفاع مصطفى حمزه 28 واحمد التربي 26، مؤنث باشيل 14. وهذه اول كره لكن المتابعه موجوده. كنت 24 عبد الهادي الزقلام، 18 فيصل البدري، احمد العبار 38، اكرم الزوية 20، وعلي شريف رقم 9. بالنسبه للبدلاء فريق الهلال الحمد لله تسير هذه المسابقه وختامها سارت بكل نجاح. تعود أنيس سلتو واتخذ الملعب بالإيجابية. سيف الدين شماري تبعها أنيس سلتو. اللقاء أين انتهوا لصالح الهلال. أنيس سلتو تعود مرة ثانية
ومتابعه وكره خارج الملعب. نصر سعد عمر عريبي، عمر عريبي استقبال ممتاز من عمر عريبي، عمر عريبي انيس سلتو، انيس سلتو انطلاقه ممتازه من انيس سلتو، سرعه من انيس سلتو، عرضيه انيس سلتو، فرصه لصالح المدينه. عمر عريبي متابعه لكره عمر عريبي، انيس سلتو سرعه ممتازه، امكانيات عاليه من انيس سلتو، انيس يرجع كره عبد الناصر سعد، طوفان انيس سلتو وتعود الحارس ويخطي الحارس، يخطي الحارس باستقبال ميدان فريق المدينه. عبد الناصر انيس سلتو، انيس سلتو تعود من جديد وجه بحرون، وجه بحرون التوامي، التوامي يخطي باستقبال هذه الكره. الله شهر رمضان المبارك نسال الله سبحانه وتعالى ان ينعم علينا، يكون شهر الخير والبركات على الكل. تعود كره لصالح المدينه، فرصه عمر عريبي فرصه لصالح المدينه. عبد الناصر سعد، عبد الناصر سعد وكره بعيده، كره طبعينات والثمانينات بالتحديد، ثمانينات الجيل غير عادي للمدينه. هناك خطا لصالح انيس سلتو، ضربه حره لصالح اللاعب انيس سلتو، كره تتعادل شبكه 9 فرصه ضاعت المره الثانيه، فرصه خطيره لثاني مره الحارس محمد الجليل فعل يروح انيس سلتو، يروح عبد الله الشريف، انيس سلتو مازال يستحوذ على هذه الكره، وطبعا الكره يختلف معمر مباشره وجه بحرون، انيس سلتو والبدري، حوار بين انيس سلتو والبدري. انيس مراقبه ممتازه من انيس، التمرير لكن تمرير اخر سلتو ومحمد الجاني والتوامي والتسديد والتسويب من جديد عن طريق وجه بحرون بعيد مدينه، وعرضيه متابعه عن طريق التوامي، انيس سلتو محمد الجاني يتمكن من ابعاد هذه الكره، تدخل موفق عن طريق الحارس محمد الجاني راسيه انيس سلتو. انيس سلتو يحاول في مره واثنين وثلاثه، والى حد الان امامنا الاعاده انيس سلتو الراسيه والحارس الجاني محمد يبعد هذه الكره إذا الركنيه. هذا الموسم الرياضي تعود الكره من جديد، وصل انيس سلتو يصوب انيس ويتألق الجاني، انيس يصوب اتجاه المرمى. محمد الجاني موجود، يأكد على وجوده محمد الجاني، يبعد كرة أخرى للاعب انيس سلتو. أمامنا لقطة الإعادة، تدخل موفق لمحمد الجاني بكل إبداع، بكل تألق، بكل امتياز، يبعد هذه الكرة كانوا طبعا اسماء برازيليه او برتغاليه شبيهه بما نسمع من اللاعبين البرازيليين، ولكن الفوارق كبيره بالنسبه للبدلاء المنتخب الوطني. يتابع هذا الهجوم، سلتو في الجهه اليسرى ولمسه عفويه، كره خاطئه لانيس سلتو يمر، كره ممتازه من انيس سلتو، يلا يا سلتو ضاع. والان استبدال سلتو ياخذ مكان المهدي المصري، يدخل سلتو في الهجوم. انيس يكون زميل للغنوتي وكذلك بوشنافة، يلعب ثلاثة مهاجمين المدرب خافيير كليمنتي، فيما الغنوتي يمرر للشبلي، تصل عند البدري، لمسة ممتازة الآن للسلتو، سلتو مع الكرة، سلتو يحاول مرور، سلتو مساندة تغيب، والسلتو يكسب جانبية لأنيس السلتو، والكرة تظل عند فورسيل ليبيا. يعني خطط لضم لوشانتا المدرب السابق للكاميرون ومالي، وايضا كان يرغب في ضم باتريس نوفو
اللي يفضل البقاء مع موريتانيا. كرة تخرج خارج الملعب لركلة المرمى لصالح الكونغو برازافيل. امامنا السلتو اللاعب اللي تم دفع به من جانب المدرب خافيير كليمنتي. لما الحارس سابو المعتصم سابو يمرر عند السلتو. يعني السلتو يكسب جانبية لمصلحة ليبيا. هذا هو السلتو. التربي تغطية سيلتو يروج حاول الكفاف. انيس سيلتو بينما متابعة من جانب المدافع البرازافيلي موبيو مع تحرك سريع لمعتز المهدي. المهدي في الاستقبال يعيد الكرة لوراء. تظل الكرة ليبية ودفاعات برازافيل دفاع هش لو يضغط المنتخب الليبي لو يضغط اكثر ونظم اوراقه بعد حذر. السبولان يمر الكرة عند السلتو. يعني السلتو مع الكرة. السلتو يثبت سلتو عرضية والمتابعة وتشديد كرة. السلتو يعيد الكرة للوراء للسابو. سابو نقل الكرة داخل المنطقة محاولة تمهيد سابو في الامتداد. سابو يمرر للسلتو. الكروس يا السلتو الكرة عرضية تعود وتبعد تتحول للجانبية. لليل ما أروع هذه اللحظة التاريخية. تقدموا يا أبطال استلموا الميداليات. البدري والفيتوري والتربي والسلطة والعنواني والمعتصم بالله المصراتي الجريت لمعيط. سابو اللي شارك في جميع المباريات الا اللقاء النهائي. والترهوني ثانيا كما ذكرت للطاقم الفني للنجم الكبير للكرة الليبية بيسان اللي ظلم في الدنيا. كان نجم غير عادي لكن لسوء حتى. إذا في انتظار هذه اللحظة رفع الكاس نشنوش وعليه السلامة. يرفعان الكاس ليبيا بطلة الشان 2014. ألف مبروك لفرسان المتوسط. لحظة من لحظات الكرة الليبية. لحظة تاريخية لحظة لا تنسى. مشاهدينا الكرام مشاهدي بي ان سبورت بهذا نصل إلى ختام هذا الشان اللي ينتهي ببصمة وبكلمة ليبية.